السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده واللي هي الشوفلوغ بالزيتون الاسود. كاين بزاف اللي ما يعرفوش هذه الطريقه. زدت لكم مع حبات بوراك محشي بالسكالوب والبيشاميل. الحاجه اللي نبداو فيها نقيو الشيفلور تاعنا مليح، نغسلوه سي تري بيان، شلوه شحال من خطره، ومن بعد نروح ندير الماء يغلي ونحط فيه الشيفلوغ نتاعنا وندير مغرفه ملح وحده راند باه ما تبقاش الريحه نتاع الشيفلوغ تدور في الدار. ودركا نروحو نحضرو الصوص الحمراء اللي بالزيتون الاسود اللي راح نديرو فيها الشوفلوغ. عندنا هنايا الزيتون الاسود، وحده فلفل احمر، وكرفشنا 2 حبات ثوم، وحده رند، وثاني كرفشنا شويه نتاع البصل، وعندنا الكمون والملح والزيت والطماطم المصبره. نبداو بسم الله، نديرو شويه نتاع الزيت ونديرو البصل والثوم والرند والفلفل الاحمر اللي كنا وجدناه مقبيل والكمون. ونسيت ما قلت لكمش ديروا المغرفه صغيره نتاع راس الحانوت اللي هو لفاح والملح بيان سور والزيتون الاسود والطماطم المصبره. خلوهم يتقلاو مليح، ومن بعد كي يتقلاو نديروا لهم كاس ونص ولا 2 كيسان تاع الماء، يعني تمرقوها غير شويه على حساب ما تحبوا. هنا راني درت لها الماء باه نمرقها كما راكم تشوفوا، وهنا صايي راهي طابت لي. شوفوا كيفاه جات عاقده. هنايا نروحو نحضرو البوراك. عندي هنايا سكالوب وتقطعتوه حطيتوه يتقلى كما راكم تشوفوا. هنايا كان سكالوب نشف ليه من الماء نتاعو تقلى شويه، زدتلو الملح والفلفل الاسود ونزيد نخليهم يتجمروا مع بعضهم. هنا صايي نطابو تجمروا مليح كما راكم تشوفوا. وهنا نروحو نحضرو البيشاميل تاعنا. عندنا شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت مع شويه فارينه، ونبقاو نحركو فيها مليح فوق النار حتى تتحمص لنا هذيك الفارينه. ومن بعد كي تتحمص لنا نديرو لها الحليب ونبقاو نحركو فيها كما راكم تشوفوا. وهنا كانت عقدت لنا البيشاميل تاعنا، زدنا لها حبه تاع الثوم كنا كرفشناها، وشويه الفلفل الاسود والملح والسكالوب اللي كنا حضرناه قبيل والفرماج رابي. نبقاو نحركو فيه مليح حتى يذوب لنا هذاك الفرماج كما راكم تشوفوا. خلطوه مليح على نار هاديه. شوفوه ذاب الفرماج صاي طفوا عليه. نجيب حبه تاع الديون نقسمها على 2 باه ما تجيش الحبه تاع البوراك كبيره. تحبوا خلوها حبه صغيره. ديروا فيها الحشو تاعنا وراح نغلقها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا. انا راني كثرت شويه، ثم ديروا قليل على هكذا باه ما تحلكمش لافاغز كي تعودوا طيبوا فيه. وهنا راني كملته. هنا راني نقلي فيه كما راكم تشوفوا. نخلو البوراك تاعنا يتغلى ونروحو نحضروا البيض باه نديرو فيه الشوفلوغ تاعنا. عندي 2 حبات تاع البيض، فلفل اسود، وحده ثوم كرفشناها، وشويه تاع البصل والقزبر، وكاين اللي يقولوا له الدبشه. خلطوهم مليح ومن بعد نديرو لهم شويه تاع الفارينه ونزيدو خلطوهم كما راكم تشوفوا. هنا نروح نمرمد هذاك الشوفلوغ تاعنا في هذاك البيض اللي كنت وجدته قبيل باه نروح نقليه. هنا راني نقلي فيه كما راكم تشوفوا. وكي تكملوا تقلوا حطوه في ديك الصوص الحمراء اللي كنا وجدناها مع الزيتون الاسود كما راكم تشوفوا. وشوفوا هنا الشوفلوغ تاعي كيف خرج جاي هبل يسخف البنه، ما نقدرش نوصفها لكم. مع هذاك البوراك ثاني جاي هبل مشخشخ ومقرمش، ولا صوص تاعو خفيفه تهبل. واذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم وكومونتير شباب كيما نتوما، وبارطاجوا مع صحاباتكم وبصحتكم.